ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا. هنعمل مع بعض الكوكيز وهنشوف مع بعض ازاي نطلعه مقرمش ودايب وبالجمال اللي انتوا شايفينه ده. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان تشوفوا الطريقة. ودلوقتي هنشوف مع بعض المقادير. هستخدم 3 كوبايات ونص من الدقيق، وهستخدم كوباية من السكر البودرة، ولازم يكون يا جماعة سكر بودرة مش سكر عادي. هستخدم كوباية من الزبدة، ولازم الزبدة نطلعها من التلاجة وتكون في درجة حرارة الغرفة علشان احنا عاوزين الزبدة تكون طرية. هستخدم كمان عدد 2 بيضة، وعندنا فانيليا، ممكن فانيليا عادية أو فانيليا سايلة، رشة ملح، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. ودلوقتي هنبدأ نعمل وصفتنا مع بعض. أول حاجة هنحط السكر البودرة، وهنضيف كوباية الزبدة، ونبدأ نقلب كويس. وزي ما اتفقنا الزبدة تكون في درجة حرارة الغرفة عشان يبقى من السهل علينا نحولها للخليط الكريمي اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. هنقلب كويس لغاية ما السكر ينعم خالص مع الزبدة، وبعدين هنبتدي نضيف البيض. انا بحب اكسر كل بيضة لوحدها علشان اطمن ان البيضة كويسة مش هتبوظ لي المقدار كله. حطيت البيضة الاولى وكمان حطيت التانية. دلوقتي هنضيف مع بعض الفانيليا، وهنضيف كمان رشة الملح، ونبتدي نقلب الخليط ضرب مستمر لغاية ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها. دلوقتي الخليط جاهز عندي زي ما انتوا شايفينه، ناعم وكريمي جدا. هنضيف البيكنج باودر للدقيق ونقلبه كويس. ودلوقتي هنضيف الدقيق للخليط السائل اللي احنا جهزناه. هحط الدقيق كله مرة واحدة وابتدي اقلب. هخلط كل المكونات مع بعضها، ودلوقتي هستخدم ايدي علشان ألم العجينة. وعاوزة أقول لكم إن وصفة النهاردة مش محتاجة عجن كتير. دايما البسكوتات يا جماعة مش زي المعجنات. المعجنات كل ما نعجنها أكتر كل ما يبقى أفضل، لكن البسكوتات مش بنعجن كتير علشان ما نكونش عرق والبسكوت يطلع ناشف معانا. لا بالعكس، احنا عاوزين البسكوت يطلع معانا دايب. خلاص كده كل المكونات امتزجت مع بعضها ولمينا العجينة بتاعتنا. ده القوام بتاعها زي ما انتوا شايفينه، سهل جدا في التشكيل. دلوقتي هجهز الشوكولاتة اللي هستخدمها. انا عندي شوكولاتة خام، هقطعها قطع صغيرة علشان استخدمها في وصفة الكوكيز. الشوكولاتة اللي جهزتها هحط جزء منها في العجينة، والجزء التاني هنحطه على وش الكوكيز من فوق. الجزء الأنعم شوية حطيته في العجينة، والقطعة الباقية من الشوكولاتة اللي قطعتها خليتها على جنب علشان احطها على الوش. بقلب العجينة، احاول اخلط كويس. عاوزة كل جزء في العجينة تكون داخلة فيه شوكولاتة علشان الطعم يبقى جميل. العجينة اللي عندنا خلاص بقت جاهزة، ممكن نشكلها على طول. لو حسيتوا ان هي صعبة في التشكيل ممكن نحطها شوية في التلاجة، بس انا شفتها لقيتها مناسبة جدا. هبتدي اشكل على طول. هدهن الصواني بالزيت كويس قبل ما اشكل العجينة. هنشكل العجينة على شكل كورة، والحجم طبعا اللي تحبوه، حجم كبير او صغير. واحنا بنحط كور البسكوت لازم نسيب مسافات بين كل واحدة والتانية علشان الكوكيز هيفرش شوية معانا، مش عايزين القطع تلزق في بعضها. هجيب قطع الشوكولاتة اللي انا مخليها على جنب وابتدي احط على الوش. واحنا بنحط الشوكولاتة نضغط كده بايدينا
ضغطة خفيفة علشان ندي البسكوتة كده الشكل الدائري. هنوزع الشوكولاتة بشكل عشوائي. لو عندكم شوكولاتة كميتها مش كبيرة، أهم حاجة نحط جوه العجينة، يعني الشوكولاتة اللي هنحطها على الوش ده حاجة اختياري. لو حطيته جوه العجينة بس هيبقى برضو طعمها جميل، لكن لو حطيته كمان على الوش هيبقى الطعم أجمل وأجمل. أنا خلصت أول صينية عندي، ابتدي أجهز التانية. زي ما انتوا شايفين أنا مش برفعها جامد. الفرن بتاعنا مسخنينه كويس، هنظبط درجة الحرارة على 180 ونتابع التسوية. التسوية بتكون من 10 دقايق لربع ساعة. طبعا من بعد 10 دقايق هنبدأ نتابع ونشوف من تحت، لو لقينا لونه احمر يبقى لازم نطلعه. ده الكوكيز بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. هتلاحظوا حاجة يا جماعة، ان هو طري شوية من فوق، ده عادي جدا. هنسيبه شوية لغاية ما يتماسك وبعدين نبتدي نطلعه. وده الكوكيز بتاعنا بعد ما سيبته برد شوية. الريحة بتاعته خطيرة والشكل كمان مشهي جدا زي ما انتوا شايفين معايا. هنشوف مع بعض واحدة دلوقتي، تسوية من تحت مظبوطة، اللون محمر وجميل. هنفتح حبة الكوكيز علشان نشوفها من جوه. ما شاء الله، مقرمش من بره، شوكولاتة سايحة من جوه، ما شاء الله دايب زي ما انتوا شايفين، مستوي جدا من جوه، ممتاز، احلى بكتير من الجاهز. يا ريت تجربوا الطريقة، ان شاء الله هتعجبكم قوي وتعملوها لولادكم ايام المدارس. مغذية جدا ومشبعة، واستعرض لكم وصفات من اللي عملتها في القناة ممكن تستفيدوا كمان منها. عملنا قبل كده الميني بيتزا زي ما انتوا شايفين شكلها حلو جدا، دي بالجبنة. وعملت كمان نوع تاني بالخضار، مغذية جدا يا جماعة للأطفال ولذيذة في نفس الوقت. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف تقدروا تتفرجوا على الفيديو. عملت لكم كمان الباتيه بالجبنة، لونه جميل جدا من تحت زي ما انتوا شايفين، حلو قوي. وده شكله من جوه هش جدا وقطني وكمان مورق. دي من اكتر الوصفات المناسبة جدا للمدارس، الميني بيتزا والباتيه بالجبنة، وصفتين حلوين قوي ان شاء الله تستفيدوا منهم. هسيب لكم اللينك بتاعهم تقدروا تشوفوهم هما الاتنين. ولو لسه معايا لغاية دلوقتي ما تنسوش تضغطوا لايك، اشتركوا في قناتي. مع السلامة حبايبي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.